السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة يوميات زوجة بسيطة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير كتير. طبعا بعد غياب فترة مش كتيرة يعني. راجع لكم كده بأحلى صينية فراخ. بس صينية كده، لا هي بطاطس ولا هي محمرة ولا هي مقلية ولا هي مسلوقة ولا هي أي حاجة. بصوا، هي جميع كل الحاجات دي أنا في الوصفة دي. وصفة هتاكلي أحلى صينية فراخ بصوص كده، يعني صوص ايه، تحس ان هو كده وهم يعني، حاجة كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. طبعا الصوص ده انا عامله له تركية حلوة قوي، هتعجبكم. وهتنقل الفراخ نقلة جامدة، نقلة خطيرة، وتخليها كده إيه جوس كده من جوه، وتحس ان هي معمولة كده بالسمنة البلدي زي ما بيقولوا يعني. تمام. احنا زهقنا طبعا من كتر الفراخ ما بنشكلها، ويا اما صينيه يا اما مسلوقه يا اما محمره يا اما حاجات كتير. فقلنا بقى نعمل ايه، نختلف شويه كده وناكلها باحلى صوص خضار. هو عباره عن بصل وخضار، خضار بسيط جدا. بس سهله، وصفه سهله بتتعمل في 10 دقايق. وكمان لو انت مستعجله يعني ما بتاخدش منك بجد بجد، هي 10 دقايق. هي الوقت والمجهود كله في تقطيع الخضار، لكن غير كده ما بتاخدش معاكي وقت على النار نهائي. الفراخ دي بتتقدم بقى، بتشوفها زي ما انت شايفاها كده. بتتقدم احلى فراخ كده، بتتقدم مع الرز الابيض. ممكن تاكليها رز بشعريه، بس بصراحه انا بفضلها بالرز الابيض، بتبقى بتحس بطعمها اكتر في اللي هو الرز الابيض. طبعا يلا بقى نخش على المقادير ونشوف الوصفه بتاعتنا هتتعمل ازاي. معاكي كده حله على النار، بتسخنيها وبتحط فيها شويه زيت. وعندك بقى البهارات بتاعتك، او اللي هو النكهات بتاعتك، او المعطرات بتاعتك، اللي هي اللي هي المستكة والحبهان. طبعا عندك قرفة حطي، عندك ورق لورا حطي، اي حاجة تخص الفراخ حطيها. تمام. بس كتري الزيت وما تستخسريش في نفسك، احنا اللي هناكل يا جماعة، محدش تاني هياكل. يعني كتري وبلاش تستخسري. انا عارفة ان الحياة غالية يعني والدنيا غالية، بس معلش. طبعا هنحط بعد ما هي تسخن كده معاك على النار. هنحط الفراخ بتاعتنا. الفراخ بتاعتي انا طبعا غسلاها، طبعا ما بحطهاش في الفريزر غير ما اكون غسلاها كويس جدا، وحاطه لها ليمون يعني. يعني كل واحده بقى وطريقه غسلها. فباخدها اشطفها شطفه كده، عشان طبعا كنت مستعجله. وحطيتها معايا في الحله، هتاخد لون كده. ومعايا حوالي نص كيلو من البصل. هتقولي البصل غالي يا موردينا، هقولك معلش، هي الوصفه محتاجه شويه بصل. مع بقى الخضره بتاعتي، الشطه او الفلفل الالوان بتاعك، ومعاك الطماطم، ومعاك الكزبره الخضراء والشبت. وعندك حبه كتر شطه، حبه يعني ده اذواق في الاكل، مش حبه براحتك. بتاخد اهم حاجه، بتاخد البصل بعد ما هي بتاخد لون معاكي كده الفراخ، بعد ما بتشوحها في الزيت، وبتحط عليها البصل. بتفضلي كده شويه شايفين يعني المقدار بتاعنا هيهبط ازاي يعني هو كتير، بس هتحس ان هو هبط خالص في قلب الحله بتاعتي. بتحط بقى البهارات بتاعتك اللي انت عايزاها، عبارة عن بص، كل بهارات الفراخ حطيها. بعد كده ما بتاخد تتبيلة حلوة كده، وبتاخد يعني بتستوي شوية كده، ربع سوية كده زي ما بقوله. بتقوم ضايفة عليها الخضرة بتاعتك، او المكونات بتاعتك، او الخضار بتاعك اللي انت مقطعاه. زي ما قلت لكم، الفكرة كلها في ان التقطيع يعني المجهود كله في تقطيع الخضار. لكن الفكرة كلها بسيطة وسهلة جدا. بتسيبيها، شايفين الخضار اللي كان موجود هبط ازاي، خلاص تعتبر اختفى في الحلة. وخلاص بتبتدي انت هي بتستوي بالخضار بتاعتها، يعني مش محتاجة مية. ما بتضيفلهاش اي مية خالص، ولا اي حاجة تانية غير البهارات بتاعتك اللي انا قلتلك عليها. بهارات فراخ بقى، وعندك الفلفل الاسود، وعندك القرفة، وعندك جميع البهارات بتاعتك. طبعا المكون الاساسي اللي انا قلتلكوا عليه، هو لو انت عندك شوية كريمة الطبخ، او عندك شوية لبن، او عندك شوية وشة من اللبن زي ما بقولوا يعني. فانت بتضيفيها ليه بقى؟ بتخلي الفراخ كده، يعني انا حطيت هنا حوالي ربع كوبايه من الوش بتاع اللبن. على ايه، على اللبن. تمام. ففوائدها جميله جدا، وبتنقل الفراخ نقله تانية خالص، وبتخليها جوس كده من جوه، فبتيجي تاكلها بتحس ان هي طريه.
طبعا قرب ما بتيجي تنزل بقى بقوم جايبه لها معلقه التوم اللي حضراتكم شايفينها دي المهروسه دي. بعد كده بقوم حطاها كده انا طبعا كنت عاملاها في الحله، فبعد كده نقلتها، كان المفروض اصلا من الاول عملتها في الصينيه بتاعتها وخلاص وكبرت دماغي. بس لا معلش، يعني هي ايه، انا حبيت اكمرها كده زي ما بقول. إيه، بعد ما كمرتها كده وحطيتها مع بعضها في قلب واستوى كل ده، وحطيت معلقه التوم، قمت ضيفاها وحطها في صينيه، وقمت ضيفاها في الفرن. اخدت اللون الجميل اللي هو بصوا اللون بقى اللي هو ايه، تحس ان هي مشويه كده، هي مشويه. معلقه الكريمه او معلقه اللبن اديتها طراوه من جوه، وخلت الصوص زي ما انتم شايفين ناعم معايا كده وحلو وله طعم. وتحس ان هو معمول بالسمنه البلدي بجد، تحس ان انت بتاكلي حاجه مختلفه، ما تحسيش ان انت بتاكلي فراخ كده اي فراخ وخلاص. بجد والله الطريقه جميله جدا جدا. جربوا الطريقه، جربوا الصوص، تاكلوا يعني تاكلوا الرز الابيض بالصوص اللي انا عاملاه ده بس. سهله وسريعه ومش محتاجه ومش مكلفه، وفي نفس الوقت يعني حاجه مختلفه وجوسي كده من جوه زي ما بقول. حاجه كده بتديكي طعم لذيذ وجميل وبتحسسك كده ان انت ايه، فاخر من الاخر زي ما بقول.